بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبيت اغير مكان التصوير وهنصور في غرفة التشبيب. هنعمل فيديو النهاردة عن فرش الطاجن. يا رب الفيديو يعجبكم. طيب هنبدأ بقى الفيديو بتاعنا عن فرش الطاجن. ايه اللي الناس بتفرشه وايه اللي ممكن نفرشه وايه اللي صح وايه اللي غلط. طبعا من وجهة نظري الشخصية، يعني انا بقالي 5 سنين بجرب الموضوع بتاع فرش الطواجن ده. يعني مش عايز اقول لكم جربت كل شيء بلا استثناء، يعني كل اشوف اي حاجة اروح اجيبها عشان عايز حاجة نظيفة وحاجة كويسة، حاجة تنفع للفرخ، حاجة ما تأثرش على الزغليل، حاجة ما تعملش مشاكل. غوات الحمام بيفرشوا ايه في الطاجن؟ اغلب الغوات الحمام هي بنحصر فرش الطاجن في شوية حاجات. في ناس بتفرش رمل، في ناس بتفرش قش، في ناس بتفرش بودرة بلاط، في ناس بتفرش جير، في ناس بتفرش لبات، في ناس بتفرش كرينة، في ناس بتفرش جرش، في ناس بتفرش تحديق. طيب في ناس بتفرش نشارة خشب، في ناس بتفرش تبن. طيب ايه بقى إحنا اللي احنا نفرشه؟ انا هتكلم من واقع تجربتي انا الشخصيه. ايه اللي ممكن نفرشه وما يأثرش بالسلب على انتاج الحمام؟ احنا هنستبعد الاول مع بعض شويه حاجات من دول، واللي يفضل وهنقول الاسباب احنا استبعدنا الحاجه دي ليه. اول حاجه كده هنستبعدها الرمل، الجير المطفي، بودره البلاط، ودول كلهم بسبب واحد، يعني اسبابهم واحده، اللي هي ان الزغلول اولا الجير المطفي ده لوحده مشكله، لانه بيعمل عفره وبيعمل دمعه عين وبيعمل التهاب في الجهاز التنفسي. طيب من ضمن بقى الاسباب التانية اللي مشترك فيها الجير مع الرمل مع بودره البلاط، ان الزغلول في عمر يوم بيبقاش يقدر يعني يصلب نفسه، يمسك نفسه، دماغه بتبقى تقيله على رقبته، فدايما يجي ايه، دماغه نازله كده في التحديق اللي تحته او في فرشه الطاجن اللي تحته. لما بينزل بمنقاره كده في الرمل او بودره البلاط او الجير المطفي، بيقفل له مجرى التنفس، بيحصل له نفوق بسبب المشكله دي في العمر الصغير، عمر يوم ويومين ده. ده من ضمن الاسباب اللي خلتنا نستبعد الرمل والجير المطفي وبودره البلاط. طيب احنا ممكن نستعمل بودره البلاط في حاجه بسيطه كده، ممكن نستعملها ولكن عايزه استعمال معين. ان احنا لما الحمام يقرب يفقس اشيل بودره البلاط واحط الطاجن من غير بودره بلاط، ولما يمسك نفسه شويه ويبدا يشد حيله ويصلب دماغه كده فوق جسمه وما عادش ينزل بدماغه في الارض، نرجع نفرش له بودره بلاط. وده طبعا شيء احنا بندور على الشيء السهل اليسير اللي احنا ما يتعبناش يعني، وكده امر متعب ومجهد لمربي الحمام ان احنا نشيل بودره البلاط ونرجع نحط له بودره البلاط بعد الفأس ب3 4 ايام. يعني الموضوع مجهد شويه، احنا عايزين حاجه تيسر علينا وحاجه تسهل علينا. يبقى احنا كده استبعدنا الرمل، بودره البلاط، الجير المطفي، لا حاجه. طب احنا هنستبعد ايه تاني؟ هنستبعد التبن ونشاط الخشب. طب ليه؟ علشان خفيفه لدرجه ان الحمام ده حاجه بترفرف، حتى لو في السلاكه بيرفرف. غرفه صيب زي دي الحمامه وهي طايره داخله على عشها كده هتطير نشاره الخشب كلها وهتطير التبن كله، مش هيبقى فيه اي حاجه من اللي احنا بنفرشها، كانك يا ابو زيد ما غزيت. يبقى احنا لو فرشنا نشارة خشب او تبن الحمام هيطيروا كأن احنا ما فرشناش حاجه، يبقى نستبعده من الاصل ونريح نفسنا يعني. طيب هنستبعد حاجه تانية، هنستبعد اللباد والكرينه. الكرينه لانها عامله زي شبكه كده بتشبك في رجل الحمام، ممكن وهي قايمه تاخد كتله الكرينه كلها على بعضها وبالبيض تقلبه بره بزغاليل اللي بقى مع السلامه. الكرينه لانها بتبقى عامله زي كتله متشعبه كلها وداخله في بعضها كده. واللباد اللي هو بيتشاري جاهز ب2 3 جنيه ده برضو بيشبك في ضوافر الحمام وهي طالعه من الطاجن، بتاخد البيض معاها او بتاخد الزغاليل اللي بقى معاها. طب ممكن نستعملهم في حدود نلزق اللباد في الطاجن بسيليكون، وطبعا ده برضه انا استبعدته عشان مجهد، يعني مجهد ان انا امسك كل طاجن احط فيه لباد اعمله سيليكون وبعدين الزقه او بمسدس الشمع والزقه واحط
اللباد، فده برضو شيء مجهد على المربي. فانا بستبعد الحاجات. احنا عايزين نربي بسهوله، عايزين نربي بسلاسه، عايزين نبقى نربي واحنا قاعدين كده بمزاج، مش نتعب نفسنا ونجهد نفسنا. فاضل بقى قش الرز ده، انا ما استبعدتوش لان انا لحد قريب انا كنت بفرش رز، ولكن برضو كان بمجهود، يعني لازم اعمل مجهود عشان افرش رز، قش رز. طب ازاي بقى انت بتفرش قش رز وبمجهود؟ ايوه، لان القش الرز بيبقى فيه بعض الحشرات، بيبقى فيه من الخزين، يعني بيبقى متخزن فيه بعض الحشرات فيه كده. عشان تطمن وان انت تفرش قش الرز لازم بضوابط. اول حاجه ما تقصوش، لان انا بشوف ناس كتير تقول لك قص القش عشان يبقى حتت صغيره. ده بيساعد على هجر القش، لانه بيبقى انت عملت دبابيس وحطيتها في الطاجن للحمامه، تيجي تدخل عود قش يتعدل وانت قصه معمول له سن، تيجي ترقد يشكها تطير. فده من ضمن العوامل اللي بتخلي الحمام يهجر عشه، ان انت قص القش حتت صغيره عامل له دبابيس في القش يرقد عليه. عايز تفرش قش، افرش العود سليم، عود القش حطه سليم، الحمامه هتاخده وتفرشه لنفسها وزي الفل، تعمل عش نفسها 100. طب عشان الحشرات بقى، انا واحد من الناس انا كنت بغسل القش في يود بيطري او في برمنجانات البوتاسيوم قبل ما استعمله، اغسله واسيبه ينشف براحته، وبعد كده استعمله احطه سليم للحمام ياخده يفرشه براحته. فطبعا في شويه مشقه، فانا ما عدتش بفرشه، ولكن هو حاجه مفيده وكويسه وممكن الناس تستعمله، ولكن بالضوابط اللي احنا قلنا عليها. انت بقى بتفرش ايه اللي انا بفرشه؟ وفي الحاجات اللي احنا ما استبعدناهاش هنقولها الاول، اللي هي الجرش. الجرش ده بكل انواعه مفيد وصحي وسهل الاستعمال. جرش ابيض، جرش احمر، جرش طوب الاحمر اللي احنا بنكسره ونحطه، جرش ابيض جاي من المحاجر، ابيض او احمر او اسود. هي الموضوع كله يعني الجرش بالعموم مفيد جدا للحمام وسهل الاستعمال وسهل الاستخدام. طيب انا هوريلكم الجرش اللي انا بعمله ده يا جماعه. الجرش اللي انا بستعمله تمام دي بتاع المره اللي فاتت. طبعا في حصو اسود، حصو ابيض، وصدف مجروش. طيب ده طب بتاع المره دي لا والله ما لقيتش اسود، فجبت شكارتين ابيض زي كده اهي. الشكاره دي يا جماعه بسم الله، ده شكله عشان الناس اللي بتسال على سن الزيرو، اسمه سن زيرو. دي يعني من احسن الحاجات اللي بتتفرش في الطاجن. طب بس كده؟ لا طبعا، بنجيب دي اللي هي ايه دي مخلوط صدف يا جماعه مطحون. مستغرب انا بصور وبعمل ايه، اول مره اصور هنا. ده شكله صدف المطحون. انا بخلط بنسبه 1:4، يعني كيلو صدف من ده على 4 كيلو جرش اللي هو السن الزيرو اللي احنا بنقول عليه سن زيرو من عند الموال. لقيت اسود وابيض واحمر، هات. طب ما لقيتش غير ابيض، هات. لقيت ابيض واسود، هات. لقيت ابيض واحمر، هات. مفيش مشكله، المهم تلاقي السن. يعني انت بتحط ده عشان الحمام يحدق منه؟ لا، يعني للاسف انا بحطه للحمام يحدق براحته، وفي نفس الوقت هو فرش طاجن بالنسبه لي. طب انت بتاكل الحمام ايه بقى؟ انا باجي بشتري يا جماعه حاجات زي كده. الحاجات دي اهيت من عند الشيخ علاء، ربنا يبارك له يا رب. ده تحديق كامل ببذور الطاقه، ده للاكل. يعني مثلا سقايه زي كده، دي سقايه قرطاس، اسمها سقايه قرطاس، ديت 24 ساعه متواجده عند الايه؟ عند الحمام. يعني مثلا حاجه مفتوحه زي كده اهي، ده كيس اهوت، ده تحديق، ده للاكل، ده تحديق لاكل الحمام، ده ببذور الطاقه اهو. اهو يا جماعه، ده شكله اهو. ده بقى ايه؟ 24 ساعه قدام الحمام في الايه؟ في السقايه القرطاس دي كده.
في الغرفه السايب. تمام. الحمام بقى ايه، ياكل ويحدق براحته يعني. لكن فرش الطواجن، كل الطواجن دي لو شفنا اي طاجن اهو مفروش ايه، تحديق. التحديق هون بقى، التحديق الرخيص بقى، مش اللي بيتشري ده الكيلو فيه انا بجيبه ب 15 جنيه بتاع الاكل. التاني ده مش عارف الشكاره ب 40 والكيلو ب 10 جنيه من اللي هو الصدف المطحون. لكن ده فرش الطاجن اهو، اللي هو احنا بنشتري كميات ونعمل فرش طاجن عشان بيكلف كتير. انا عشان افرش 60 جرده اللي انتوا شايفينهم دول 60 جرده، كل جردلين فيهم طاجن. تمام. عشان افرش 30 طاجن بكل نص كيلو في طاجن، ان شاء الله كده احنا مش هنربي حمام ولا هننتج حمام. فاحنا بنحاول نوفر ونقتصد في المصاريف، وفي نفس الوقت حاجه نظيفه وحاجه ايه، محترمه. استقريت على سن الزيرو مع الصدف المطحون. ده حاجه حنينه على البيض، حاجه حنينه على الزغليل، بالذات زغليل اللبن كده. وتنزل المنقار ده، لا الحته اللي كنت بتكلم عليها يا جماعه، الزغلول لما يبقى في عمره يوم ده عمر 4 ايام. لما يبقى الزغلول عمر 4 ايام، شوف حتى برضو دماغه بتنزل في الطاجن. لما يبقى اصغر من كده المنقار ده بينزل كده، لما ينزل كده مجرى التنفس بيتكتم من الجير وبودره البلاط وايه والرمل، الحاجات الناعمه يعني. لكن الجرش الخشن اللي زي كده ما ياثرش على الزغلول اللبن. تمام. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ان كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.